كلاسيكو الارض من جده، خلوكم معنا. وصلنا ملعب المباراة مع الشباب وكان الحماس فل بما أننا فايزين بنتيجة كبيرة بنصف النهائي. وأول شيء كان دخول لاعبين برشلونة للإحماء، وبعدها بشوية دخلوا لاعبين ريال مدريد. وعينك يا عزيزي المشاهد على جمال الافتتاح، صراحة كان تنظيم خرافي. وبدأوا اللاعبين يسلموا على بعض وبدأت ركلة البداية. وتقريبا الشوط الأول من المباراة كان عبارة عن بيدري يسرح ويمرح، وكالعادة إذا جت الدقيقة 10 في أي مباراة لبرشلونة وعطيه أول هدف من الرافة. وصدقوني لو تهدفت هذه الفرصتين كانت النتيجة تاريخية. وهذه كانت من أحلى لقطات في المباراة اللي هي استهانة لامين بلاعب الخصم. وما أدري إيش اللي سواه فينيسيوس، فجأة هدف الهدف الأول. ولأن دقائق البدل وقت ضاع كانت مجنونة، نحن جبنا الثاني وهم على طول جابوا الثاني. وبكذا انتهى الشوط الأول، نزلنا ناخذ سناك وكنا متفائلين إنه بالشوط الثاني بنجيب هدف الأول. وللحين ما أعرف كيف كورتوا وصد هذه الكورة. وطبعا الحين أجى الهدف الثالث من المعلم رافينيا، ولأنه صار عندنا حارس الحمد لله صدينا هذه الكرات. صح انها كانت سهلة بس متأكد لو اشتقنا الحارس كان دخلت هدف. وهذه كانت لقطة نهاية المباراة 3-2 مع الرأفة في السعودية. وفي هذه اللقطة صراحة اللي كان يمثلني لامين يامال. وشيل يا طويل العمر شيل، لا هذا أروخو قصير العمر. وكالعادة هذه واحدة من أهم الصور اللي ياخذها برشلونة لما يحقق بطولة. ونهينا اليوم باحتفالات خارج الملعب، فيسكا بارسا.